يا مساء الفل. في فيديو النهاردة هنحضر مع بعض كنتاكي القرنبيط الكريسبي بدون ما يشرب منك نقطة زيت واحدة. سامعين صوت القرمشة؟ تابعوا الفيديو للآخر، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة عندي هنا نص قرنبيطة. أخدت النص الأول في الأسبوع اللي فات، عملت منه قرنبيط بانيه، هنعمله بإذن الله في فيديوهات جاية. والجزء اللي اتفضل حطيته في التلاجة بعد ما غلفته بستريتش، وزي ما هو على حالته. هقسم القرنبيط لزهرات صغيرة زي ما انتم شايفين. كل ما تكون الزهرة صغيرة كل ما يكون أحلى. أهم حاجة وانتي بتشتري القرنبيط تكون القرنبيطة كده بيضة وحلوة، ما تكونش ولا صفرة ولا خضرة، تكون بيضة كده وطازة. هاخد بقى كل زهرة وهبدأ أقشرها كده خفيف بسكينة تكون رفيعة على قد ما أقدر. تمام كده. وفي حلة عندي فيها مية بتغلي هنزل بملح وكمون، وبعد كده هبدأ أنزل بزهرات القرنبيط بعد ما قطعتها وغسلتها كويس قوي. هسيبها على النار لمدة 5 دقايق بس علشان القرنبيط ما يتهريش، هو كده كده هيكمل سواه في الزيت. بعد 5 دقايق هبدأ أطلعه على مصفى يصفي ميته كلها. تمام كده. والمية المغلية دي هستغلها وأحط فيها بطاطس تتسلق. هسيب بقى البطاطس تتسلق وهبتدي أعمل خلطة القرنبيط. في الكب عندي هحط نص كوباية حليب أو مية، وبيضة واحدة، وفصين توم، وملح وفلفل وكمون وكزبرة ورشة من الكركم. ممكن تحطي كمان رشة من الشطة حسب الرغبة. هضيف كمان كوباية من الدقيق وربع معلقة صغيرة من الكربوناتو أو البيكنج صودا، مش البيكنج باودر، علشان تبقى هشة من جوه ومش مكتومة. البيكنج باودر خلوا بالكم إنه بيخلي القرنبيط يشرب زيت. قفلت الكبة، وبعد كده هبدأ أضيف عودين بقدونس على كزبرة على شبت أو المتوفر عندكم، يتفرموا مع باقي الخليط بالشكل ده. أهم حاجة إن قوام الخليط يكون وسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا ممكن تتحكمي في الحكاية دي بإنك تزودي شوية دقيق أو تخففي بشوية مية لغاية ما يظبط معاكي زي ما شفتم القوام بتاعنا. ودلوقتي هنبدأ نحضر الخليط الجاف اللي هو عبارة عن كوباية دقيق، نص كوباية نشا، ونفس التوابل اللي حطيناها قبل كده، ملح وفلفل وكزبرة وكمون وكركم، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، وممكن تستغني عنها لو مش متوفرة عندك. هقلب كويس، وبعد كده هبدأ أنزل بزهرات القرنبيط، أنزل بيها على الخليط السايل، أقلبها كويس، وبعد كده أبدأ أنزل بيها في الخليط بتاع الدقيق والنشا. تمام كده. هقلبها بقى كويس، وبعد كده بنفضها من الدقيق، وهبدأ بقى أحمرها في زيت سخن وغزير. أهم حاجة الزيت يكون سخن جدا علشان القرنبيط ما يشربش زيت. لو حسيتي ان القرنبيط المتغطي بالدقيق عرق شوية، انزلي بيه في الدقيق تاني. ننزل بيه كده لغاية لما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه. بعد ما ينزل طبعا في الزيت ممكن توطي النار شوية. مع التقليب المستمر هيبقى كريسبي زي ما انتم شايفينه. ولما تيجوا تطلعوه ما تطلعوهوش على مناديل علشان ما يطراش، طلعوه على مصفى او على شبكة. هكمل برضو كل الكمية بنفس الطريقة دي. سامعين الصوت؟ كنتاكي ده ولا مش كنتاكي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ عملت معاه كمان شوية سلطة خضراء، وحمرت البطاطس اللي سلقتها، ممكن كمان تحمروها في الخلطة اللي عملناها للقرنبيط. بتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. وكنت معاكم شيماء الحلواني، مع السلامة.